ما شاء الله يا جماعه، ما شاء الله. انا طول عمري اسمع عن النادي لو هيشارك في بطوله قاريه فبيشارك فيها باعتباره بطل البطوله، حصل على مركز يخليه ان هو يشارك في البطوله. ايه يا سيدي، البطل اعتذر وهيجيب الكومبارس ولا السنيد بتاعه عادي. انما اول مره في حياتي اشوف نادي هيشارك في بطوله قاريه لانه راح لهم قال لهم يا استاذ لمبي انا عاطف يا استاذ لمبي. دي اول مره اشوفها في حياتي. ايه الحكايه بالظبط؟ دي حكايه اغرب قرار وطلب ممكن اغرب ايه، ابجح طلب ممكن تسمعه في تاريخ الرياضه الحديث كله. تعالوا بينا نعرف كل التفاصيل. اهلا بيكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح سعيد، صباح شريف لجمهورنا العظيم ولعائلتنا الفخيمه. يعني بصوا يا جماعه، هو الحلقه النهارده انا مش عارف همسك اعصابي فيها ازاي وانا بشرح لكم تفاصيل بعض الطلبات اللي حصل خلال الساعات اللي فاتت، ولكن كالعاده تصويتين مهمين جدا في بدايه الحلقه. موافق على وجود رامي ربيعه في قائمه كاس العالم للانديه، ان كان ده رهينه وشرط تجديده للنادي الاهلي، موافق ولا مش موافق؟ النقطه الثانيه، موافق على نقطه بيع امام عاشور من حيث المبدا كده ولا مش موافق؟ ولو من الناس اللي هتقول موافقين، ما هو القيمه العادله من وجهه نظرك الشخصيه اللي شاف ان النادي الاهلي لما تتعرض عليه يوافق على ان هو يستثمر في اللاعب؟ قول لي رايك تحت في التعليقات. اخبط عينك على العداد اللي قد طمني عليك في التعليقات، ونبدا قبل اي حاجه ونقول بسم الله ونزيد النبي صلاه، والنادي الاهلي يعود للعمل من جديد. يبقى على خير. وبعد راحه سلبيه 48 ساعه، النهارده النادي الاهلي هيرجع لتمارينه الجماعيه ان شاء الله استعدادا لمباراه فاركو الحاسمه من عمر الدوري المصري. على ان تم الاتفاق خلاص على ان يوم الجمعه الجاي ان شاء الله هيبقى في مباراه وديه ما بين النادي الاهلي وما بين ثلاث فرق لسه ما تمش الاستقرار على اسم واحد فيهم، ولكن بنسبه كبيره جدا هيتم الاستقرار على فريق من دوري المحترفين، دوري الدرجه الثانيه، عشان كل اللعيبه تجهز وتبقى قدام كابتن عماد النحاس قبل المباراه القادمه بامر الله تعالى. سؤال ورد غضب. في غضب من خوزيه ريفيرو بسبب عدم اعلان النادي الاهلي عن ان هو المدير الفني الجديد لغايه دلوقتي. انا بقالي كام يوم عمال بتكلم معاك في الجزئيه دي وبقول لك والله ابدا والله ما حصل. الراجل يا جماعه بيتفق لغايه دلوقتي مع جهازه المعاون، والنادي الاهلي مديله الوقت بالكامل. خلص الجهاز المعاون بتاعك ونبتدي نخلص بعد كده ونشوف دنيتنا. طيب في حاجه اكتر من النهارده، تقرير صادر من كيك اوف الجنوب افريقيه اللي بعرضه عليك دلوقتي، ان الناس راحت لخوزيه ريفيرو وسالته هو ليه ما تمش الاعلان عن كونك المدير الفني الجديد للنادي الاهلي لغايه دلوقتي؟ يا ترى هو في بعض الاخبار اللي بتتردد هل في منها صحيح ان انت لسه ما وقعتش وانك لغايه دلوقتي ممكن تتراجع في قرار؟ الرد اللي وصل للصحيفه على حسب التقرير بتاع ان خوزيه ريفيرو قال الرد لا مشكله يا جماعه. وهو خلي بالك بقى ان النقطه اللي جايه دي هو ده الاتفاق من دي 1 مع النادي الاهلي. والحقيقه انا يا جماعه انا بقيت مستغرب جدا والله. انا اول مره في حياتي في الوقت اللي بيبقى فيه مديرين فنيين بيرتبط اسمهم بانديه ثانيه داخل الدوري المصري يقعد يقول لك ده جايبين بروفيسير، ده جايبين محاضر، ده مؤلف كتب يا باشا. الراجل لسه ما اشتغلش ايه، ده لسه ما عملش يوم واحد تدريبات مع النادي الاهلي ونازلين في نقد وسباك وما اعرفش ايه، حاجه غريبه الشكل. طب ادوا له فرصه يدرب يوم واحد يا جماعه، وبعد كده ابتدوا تداولوا اخبار ولا انتقدوه وحزنوا وابتدوا الفوا عليه اخبار. يا اخي حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا اخي. طيب ان كان دي اخبار عن غضب خوزيه ريفيرو، ايه موضوع حزن علي معلول والجلسات المستمره اللي بتتعمل معاه؟ والحقيقه يعني مستغرب من بعض الصحفيين الكبار اللي لسه بيتكلموا في الموضوع بتاع اللقطه بتاعت المباراه اللي فاتت. يا جماعه الموضوع خلص، مات وشبع موت، وفي غرفه خلع الملابس بعد المباراه على طول الموضوع انتهى. ولا حصل جلسات مع علي معلول بعد كده، ولا علي معلول حزين، ولا كابتن محمد يوسف جابه قال له مالك يا علي وحاول يطيب بخاطره. علي معلول حزين فعلا، وده المستجدات اللي حصلت خلال الساعات اللي فاتت بسبب تاخير الاعلان عن القائمه بتاعت النادي الاهلي الاستثنائيه في بطوله كاس العالم للانديه، عشان اتحاد الكوره اجل الاجتماع بتاعه اللي كان المفروض يحصل امبارح، اجله ليوم 2 الشهر اللي جاي. وده اللي مخلي فيه ضبابيه. النادي الاهلي لا حول ولا ولا قوه في حاجه زي كده، مخلي فيه ضبابيه في قائمه المحترفين اللي النادي الاهلي هيستعين بيها في المونديال. قادر ربك يا كريم يا علي يا معلول، ان شاء الله زي ما كنا فرحانين ان انت هتبقى موجود امبارح وانت حزين دلوقتي، ربك يغير الحال بامر الله تعالى. ولكن بمناسبه بقى الازمه بتاعت المحترفين دي وقائمه كاس العالم، تعالوا نروح لطلب غريب جدا صدر خلال الساعات اللي فاتت رسميا. وايه علاقه الازمه دي بالطلب؟ ركز معايا كده عشان احنا قدام ابجح طلب في تاريخ الرياضه الحديث كله. من كام يوم كلمتك عن قرار كابتن محمود الخطيب ان هو يختار لفريق كره اليد ان هو يشارك في بطوله كاس العالم للانديه السوبر جلوب، باعتبار ان النادي الاهلي ممثل الدوله النظيفه، عشان يستفيد ان هو ياخد اسهل مجموعه في البطوله، وهيسيب موضوع المشاركه بالنسبه للبطل الافريقي او وصيف البطل الافريقي نادي الترجي الرياضي التونسي. وده قرار من حق النادي الاهلي ان هو يقرره. اتكلمنا بعد كده عن الصياح بتاع بيان نادي الزمالك، وان ازاي وليه والوطنيه والانسانيه والمهلبيه واحنا عايزين نشارك في البطوله. الاغرب بقى واللي حصل خلال الساعات اللي فاتت، اجتماع
ما بين وزير الشباب والرياضه ورئيس اتحاد كره اليد المصري، وبعدها تم اصدار بيان على لسان الاتحاد المصري لكره اليد قالوا فيه يا فندم التالي: الاستاذ خالد فتحي يؤكد ان الاتحاد تقدم بطلب للاتحاد الدولي لكره اليد عشان يطالب ان نادي الزمالك يشارك في البطوله. ليه يا فندم؟ ازاي يعني؟ قال لك اصل رئيس الاتحاد المصري اكد انه لا ينظر الا لمصلحه كره اليد المصريه والمنتخبات الوطنيه، وان دورهم هو خدمه لعبتهم، وبناء عليه لانه من الافضل انه تكون الكره المصريه، كره اليد المصريه ممثله بفريقين في حدث كبير زي بطوله كاس العالم، تم تقديم طلب رسمي للاتحاد الدولي يوم الاثنين وفي انتظار الموافقه الرسميه. اللي هو طب انا همسك نفسي، احاول امسك نفسي، اللي هو ازاي يعني؟ يعني حضرتك بتطالب بخرق قوانين الاتحاد الدولي عشان تخلي نادي الزمالك يشارك غصب عن الكل؟ حضرتك عايز نادي الزمالك ياخد حق من حقوق النادي الاهلي انه يختار بصفه ايه هيشارك؟ حضرتك عايز نادي الزمالك اللي هو لا يحق ليه التاهل للبطوله يحرم النادي الاهلي من حق من حقوقه ان هو يختار المجموعه الاسهل والاحق بالنسبه له، عشان ده هيديله نفس اطول في البطوله. بصوا يا جماعه، مش لاقي اي تعليق مناسب غير تيت يا ايزي يا ايميكا، تيت يا ايزي يا ايميكا، والمعنى في بطن الشاعر. ليه الكلام ده كله بيحصل؟ انه عرف السبب بطل العجب. استاذ خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكره اليد يا جماعه هو اسطوره زملكاويه في العاب الصالات لنادي الزمالك. لسه من سنه بالظبط قناه نادي الزمالك كانت بتحتفي بيه وانه واحد من اساطيرها. انا عايز ارد على حاجه يا جماعه. لما دلوقتي وزير الشباب والرياضه المبجل هو كان عضو من اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك، رئيس اتحاد الكوره هو زملكاوي اونطه، رئيس اتحاد اليد زملكاوي، رئيس المجلس الاعلى للاعلام زملكاوي، رئيس اللجنه الاولمبيه زملكاوي هو النادي الاهلي الننوس صح؟ النادي الاهلي هو اللي بيتجامل، مش كده برضه؟ يا مثبت العقل والدين يا رب. الموقف دلوقتي بيقول ان في طلب محرج جدا اترفع لدكتور حسن مصطفى اللي هو رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد، والراجل دلوقتي قدامه خيارين كلاهما مر. اولا انه ما يعتمدش اللوائح اللي هي محطوطه للاتحاد الدولي ويضطر لمجامله نادي الزمالك عشان ما يتقالش عليه ان هو لا يعمل لمصلحه الانديه المصريه، والا ان الراجل هيطبق اللوائح بتاعه الاتحاد الدولي يقول لك ده عشان اهلاوي بيعادي نادي الزمالك. في النهايه انت خدت بالك بقى من حاجه مهمه، وهي دي مربط الفرس في القصه كلها. امبارح في حلقه بالليل وانا بناشد وزير الشباب والرياضه: يا فندم حضرتك تدخل لحل ازمه تاجيل موعد اجتماع اتحاد الكوره مع النادي الاهلي عشان قائمه المحترفين للنادي الاهلي في المونديال، يا ريت حضرتك تتدخل. كان سياده الوزير كان قاعد امبارح مع اتحاد كره اليد عشان يقدموا البيان ده عشان يساعد نادي الزمالك على المشاركه في بطوله عالميه من الاساس. السؤال هنا، ودايما بحاول ان انا احسن النيه في كل المواقف اللي زي دي، هل الموضوع اتحط قدام النادي الاهلي سيب وانا سيب؟ يعني حضرتك سيب وتراجع عن قرارك وعشان نادي الزمالك يشارك في بطوله كاس العالم للانديه، مقابل ان انا اسيب لحضرتك لائحه المحترفين مفتوحه استثناء زي ما الفيفا ادالك الاوبشن ده بالرجوع ليا انا. اولا والله يا جماعه انا ما بقتش مستبعد اي حاجه، في وسط ما انديه بتستثنى من الهبوط، وسط ما انديه بتستثنى من مديونيات تاريخيه عليها وبيفتح لها باب القيد، وسط ما انديه المفروض عليها عقوبات من الفيفا ولا تشارك في بطوله دوري ابطال افريقيا بتستثنى وبتشارك. النادي الاهلي بيطالب بحقه بيتساوم عليه. لغايه اما نشوف ايه اللي هيحصل من مستجدات خلال الساعات اللي جايه ولا تخرج قبل ان تقول سبحان الله. تعالوا بقى نروح لفقره 5 ضحك وفرفشه من الجانب الابيض من المدينه اللي بتاتيكم النهارده بعنوان يا وجع البورصه. ليه بقول الكلام ده؟ استاذه نيره الاحمر على قناه نادي الزمالك امبارح طالعه بتتوعد شركه اتصالات انها هتزيد عليهم حمله الضغط بمقاطعه نادي الزمالك جماهيريا. ده مش كده وبس، ده الاخبار اللي وصلت لاستاذه نيره ان المفترض في منافس كتيره من شركه اتصالات قفلت رسميا خلال الساعات اللي فاتت، واسهم الشركه بتنهار، ويبدو كده انها تقرر سحب استثماراتها خلال الفتره القادمه. والسلام عليكم ورحمه الله، وعاش اكبر جمهور اكبر قلعه، ربنا يسترها علينا وعليكم في دوري القطايف واللطايف. استاذه نيره، هو حضرتك مش متابع اقتصاد يا فندم ولا استثمارات ولا ايه يا فندم بالظبط؟ يا فندم اسهم البورصه بتؤكد ان سهم شركه اتصالات مرتفع بنسبه 1.7، ده زاد 1.7% خلال الساعات اللي فاتت دي. حضرتك بس تابع يا فندم. طب لو مش متابع اقتصاد، حضرتك مش متابع اعلام اصلا حضرتك وانت بتقولي ده على الهوا كان قبلها بساعه بالظبط السيد خالد عبد العزيز رئيس المجلس الاعلى للاعلام كان طالع مع عمرو اديب وجهز لي واحده معاك حصل يا دوله من العرى الثقيل اللي هو التقيل قوي ده. امبارح الاستاذ خالد طالع مع عمرو اديب، فعمرو اديب بيقول له كونكم كمجلس اعلى للاعلام ليكم دور في الاعلام بتاع اتصالات ده؟ قال له طبعا لينا دور جدا. قال له حلو، اشرح لي بقى ايه اللي هيحصل. قال له والله الاعلان نزل وبعد كده اتسحب.
فاحنا منتظرين دلوقتي ان الشركه، طبعا هو المفروض ان في تحقيقات كانت المفروض تتم لكن ما فيش تحقيقات دلوقتي. قال له ازاي يا فندم؟ هو مش نادي الزمالك رفع قضيه على الشركه وعلى الجهه المنتهيه؟ قال له اه طبعا، لكن احنا تواصلنا بدورنا مع الشركه، فالشركه اكدت لنا ان الاعلان انسحب، واللي هيحصل خلال الساعات اللي جايه ان الاعلان لما نزل ما نزلش بشكل رسمي، هو نزل على بعض منصات التواصل الاجتماعي، وحتى مع حذف الاعلان من الصفحه الرسميه للشركه، الشركه غير مسؤوله عن تداول بعض الصفحات الثانيه للاعلان. الشركه هتعدل الاعلان وهتنزله بشكل معدل وهتعرضه على المجلس الاعلى للاعلام الاول قبل ما ينزل في التلفزيون وينزل على صفحتها الرسميه. طيب بص بقول لك ايه دي مش سكرينات ماسكها على نفسي، لا ده انا ماسك على نفسي سيديهات. اسمع كده يا حبيب اخوك، انا اول امبارح قايل لك يعني الاعلان. انا كل اللي مخليني اقول لكم ان الكامبين بتاعه الاعلان ناجحه جدا وتم ايقافه النهارده لتعديل فيه وخد القنبله دي. الاعلان هيرجع ينزل مره ثانيه كمان يومين ثلاثه كده، وهو مضاف ليه صفقه جديده من العرى الثقيل للنادي الاهلي. خلي الخبر عندك عشان بعد كام يوم لما نحتاجه نرجع ونقول حصل يا دوله. دي يا جماعه مش عايزه حصل، دي عايزه واحده اشد حصل من قول لي حصل يا دوله من الشبخ الجواني. الاعلان زي ما قلت لك حقق نجاحه والكامبين نجحت، والاعلان لما هينزل مره ثانيه هيبقى انجح لان الناس منتظره تشوفه بشكله الجديد مع وجود صفقه جديده من العرى الثقيل هتكون موجوده في الاعلان. هذا واتتكم فقره 5 ضحك وفرفشه اليوم برعايه وجع عربيه الاسعاف. وتعالوا نروح لجديد سوق الانتقالات وجديد الشائعات. اخبط عينك على عداد اللايكات، يلا اول ساعه نوصل الحلقه 5 6000 لايك، دعم اخواتي الجبار انا دايما منتظره. وموضوع الاعلام كله بيتكلم فيه خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا، ما حبيتش ان انا اتكلم فيه الا لما يكون عندي معلومات اكيده. بيع امام عاشور، امام عاشور الى الدوري، امام عاشور عرض خليجي. طيب امام عاشور يا جماعه، ودي على فكره مش جديده، امام عاشور من كام شهر وتحديدا في سوق الانتقالات اللي فات كان في اهتمام فعلا من بعض الانديه السعوديه، ولكن الاهتمام الاكبر فعلا والكلام اللي داير حاليا من نادي نيوم في الدوري السعودي الصاعد حديثا للدوري السعودي. نادي يعني ينفع امام عاشور يلعب في نادي لسه صاعد حديثا؟ صاعد حديثا مين يا عم؟ صلي على النبي في قلبك. نادي نيوم الشركه بتاعته مملوكه للملك السعودي عبد الله بن سلمان يا جماعه. الراجل بيرعى بنفسه النادي، واول صفقاته اللي هيعلن عنها خلال الايام اللي جايه حارس مرمى مانشستر يونايتد اندريا اونانا. حضرتك نادي نيوم عايز من اول موسم يكون بينافس على بطوله الدوري، والاخبار اللي وصلاني ان العرض ضخم جدا قد يكون متخطي حاليا ال7 او 8 مليون دولار بالنسبه للنادي الاهلي. طب النادي الاهلي رده ايه في الوقت الحالي؟ النادي الاهلي بيسعى حاليا ان هو اولا يامن خدمات امام عاشور لسنتين او 3 اضافيتين من خلال ان هو يعدل العقد بتاعه ويحطه في الفئه المميزه. موقف امام عاشور نفسه حابب جدا ان هو يكون مكمل مع النادي الاهلي، ده مش كلامي، الراجل رد على الاشاعات بتاعت امبارح بالصوره اللي نزلت دي انه بيحب النادي الاهلي، صوره نسر وقلب، انا مكمل انا مش ماشي. ولكن السؤال اللي هيفضل مطروح خلال الايام اللي جايه في وسط ما شركه الكوره حاليا بتبص للموضوع نظره استثماريه بحته، هل من المنتظر وصول العرض المالي لرقم معين عشان وقتها يتم بيع امام عاشور وتعويضه بعنصر مناسب تاني في خط النص؟ كل شيء انا بقول لك اهو، كل شيء وارد حتى هذه اللحظه مع وصول العرض للرقم اللي قد يكون منتظر داخل النادي الاهلي. ولكن في ظل بقى موضوع التجديدات وموضوع ما اعرفش ايه، خبر سريع كده بالنسبه للي سقط مننا الكام يوم اللي فاتوا دول. كابتن رامي ربيعه عامل مش في دماغه وعمال ينزل ستوريهات، شويه على البحر شويه ورا الاهرامات. كابتن رامي تواصل مع اداره النادي الاهلي خلال الساعات اللي فاتت، قال لهم بالنسبه انتوا كنتوا مستنيين ردي بعد مباراه البنك الاهلي، انا ما عنديش اي مشاكل ان انا اكمل مع وصولنا للارقام او زيادتها شويه، ولكن انا عندي شرط، تضمنوا لي اولا ان انا هشارك في بطوله كاس العالم للانديه على ان يكون التجديد مع نهايه عقدي بعد بطوله كاس العالم للانديه. انا عقدي مستمر لغايه 30/6، اذا نخلص بطوله كاس العالم وبعد كده نتفق على التجديد. والكلام ده مرفوض شكلا ومضمونا من اداره النادي الاهلي. مفيش حاجه اسمها تبقى موجود معانا في كاس العالم، تجديد من دلوقتي والله نفكر بقى تبقى موجود معانا مش موجود، ده على حسب رؤيه واختيار الجهاز الفني اللي متحفظ على مجموعه من اللعيبه ومن ضمنها حضرتك، يا اما مفيش الكلام ده من الاساس. وشايف ان الموقف بتاع اداره النادي الاهلي حقيقه شابوه ولا يصح الا الصحيح. لكن تعالى بقى حبيب اخوك نختم مع الخبر الاخير والخبر الاهم في حلقه النهارده اللي وعدتك ان انا اكلمك عنه النهارده، ان في اسمين تحت السن ريفيرو يعني بيطالب اداره النادي الاهلي بالتعاقد معهم. في جديد في حلقه نص اليوم او في اخر اليوم على حسب بس ما توصلني المعلومات الاكيده وبالارقام عن صفقه موفو كادزي، ان شاء الله توصلني بس المعلومات الدقيقه. وتعالوا نتكلم عن واحد من الاسمين اللي فاضلين وهو موفو كينج. الحقيقه بس انا مستغرب من حاجه، ان في بعض الناس بتتداول الاسماء ان ده جاي فارض علينا اسماء من عنده وبقى هنبتديها بقى سمسره، هنبتديها ما اعرفش يا جماعه، اتقوا الله اتقوا الله شويه في الاخبار اللي انتوا بتقولوها دي. موفو كينج كان مرصود من اداره النادي الاهلي الموسم اللي فات، من الايام ما كانش في حاجه اسمها ريفيرو اصلا،
والمفاجاه خدها قدام حضرتك، اداره السكاوتنج معجبه جدا باللاعب وبتتابعه خلال الشهور اللي فاتت مع الشخصيه القويه بتاعته جدا اللي ظهرت في بطوله دوري ابطال افريقيا الموسم الحالي. الكلام بقى على المشايع رسميا بالصوره اللي انا بعرضها عليك دي النهارده. المدير الفني المؤقت بالنسبه لنادي اورلاندو بايرتس اكد انه وصل له اخبار اكيده ان موفوكينج اصبح هدف اساسي بالنسبه لاحد الانديه الكبيره في افريقيا خلال الايام اللي جايه. الراجل ما اتكلمش، يعني ما اداش اسم مين بالظبط، لكن هيكون مين غيره يا جماعه، مين غيره، وخوزيه فيرو جاي عنده. ولكن حاليا اداره السكاوتنج معجبه جدا باللاعب، ولكن في بعض العراقيل الخاصه بالصفقه، اهمها ان نادي اورلاندو بايرتس طالب 2 مليون دولار في اللاعب اللي قيمته التسويقيه دلوقتي 1.3 مليون دولار. ثانيا ان الاهتمام فعلا اللي كان بيه خلال الفتره اللي فاتت يتعارض دلوقتي مع حاجه، ان انت المركز اللي موجود عندك فيه دلوقتي موفوكينج، عندك فيه تريزيجيه، عندك فيه اشرف بن شرقي، الا لو كان ليه بعض المخططات الثانيه ان اشرف بن شرقي هيرحل لمركز ثاني مثلا، وانت هتعتمد على موفوكينج مع محمود حسن تريزيجيه في المركز الاساسي بتاعه الجناح المهاجم على الطرف الشمال. والنقطه الاخيره واللي طبعا اداره النادي الاهلي تايهه فيها في وسط عدد المحترفين، ان انت عندك موفوكينج في اكتوبر 2026 هيتم 21 سنه، يعني هيخرج من تحت اللعيبه اللي تحت السن، هيبقى موجود عندك في قائمه المحترفين الاجانب الكبار. وانا لغايه دلوقتي مش عارف هي القائمه دي المفروض هتكون كام قد ايه بالظبط خلال الموسم اللي جاي. ده الموقف بالكامل اللي هيحصل، متابعين وهنشوف وبس. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره، رحمه الله عليه هو وكل امواتنا جميعا، واشوفكم على خير في حلقه جديده بعد شويه ان شاء الله. شكرا لكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله. انتم مجانين بالكامل صح.